انت يا عم انت اصحى. عايز مني ايه؟ قوم يا ابني حرام عليك، فاضل شهر على الامتحان. ما هو لسه بدري اهو، عامل قلق ليه؟ وبعدين انت مين يا عم انت؟ انا الضمير. هو الضامن. كل بني آدم مننا وعنده ضمير، سواء كنت طالب أو حتى راجل كبير. الضمير نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى، ميز بيها الإنسان عن الحيوان. يعني عمري ما شفت حيوان عنده ضمير، عمري مثلا ما شفت معزة أو بطة أو قطة عندهم ضمير. بس يا ترى بقى في ناس فعلا ما عندهاش ضمير؟ في البداية تعالوا نعرف الضمير سوا. الضمير هو قوة فطرية كامنة موجودة جوه الإنسان، تلزمه إنه يظبط نزواته ويحد من جموح شهواته. ودي كانت رؤية الفيلسوف بيتلر صاحب مذهب الضمير. بيتلر كمان قال لنا إن الضمير ليه وظيفتين اتنين ملهمش تالت، الأولى الوظيفة العقلية النظرية، والتانية الوظيفة الآمرة الناهية. وبيتلر شايف إن الوظيفة العقلية النظرية هي اللي بتعرفنا الفرق ما بين الخير والشر، أما الآمرة الناهية دي السلطة بقى اللي بتأمرني إن أنا أعمل الخير وما أعملش الشر. يعني كونك عارف ان انت تفطر في رمضان ده شر، يبقى كده مبروك عليك، انت شغال عندك الوظيفة العقلية النظرية. وكونك بقى ما تفطرش وتسمع كلام ضميرك، فألف ألف ألف مليون مبروك، انت كده شغال عندك الآمرة الناهية. انك برضو تكون عارف ان الغش في الامتحان ده شر، دي الوظيفة العقلية النظرية، انما انك ما تغشش بقى في الامتحان دي كده الوظيفة الآمرة الناهية. إنك تبقى عارف إن شركة بيبسي وكولا وغيره من الشركات ديت بتدعم الكيان الصهيوني، وإن فلوسك لما بتيجي تشتري أي منتج من المنتجات بتروح لهم وبتساعد في قتل إخواتنا، وإن ده شر، يبقى كده ألف مليون مبروك عليك الوظيفة العقلية النظرية. ولما فعلا تعمل مقاطعة، مبروك عليك الوظيفة الآمرة الناهية. أظن الرسالة وصلت. فمذهب الضمير ده من أكتر المذاهب المشهورة، وده لأنك لو سألت أي راجل عادي ما درسش فلسفة الأخلاق ولا حتى اتفرج على قعدة فلاسفة وسألته أنت ليه بتعمل خير، هيقولك علشان الضمير يا كبير. أديك شفت الحلقة، وشوف كمان بقى أنت ضميرك مستريح ولا لأ لو ما عملتش لاف للحلقة. جميلة قوي الواسطة دي. مش قلتلك متقلقش؟ خالك جابني أخدم في سينا يا اسطى. يا ترى إيه الحكاية؟